نحن الآن في جولة وثائقية في أقدم قضاء في العراق، في مدينة تعد من المدن القديمة في إقليم كردستان وحتى العراق. يرجع تاريخها إلى أكثر من 2700 سنة من الآن. هذه المدينة هي عاصمة النار، عاصمة نوروز، عاصمة التين والعسل. تعد قبلة سياحية في الزراعة والسياحة والحضارة. إنها آكري، عقرة، مدينة النار. في بقعة متوسطة الاتساع على ارتفاع 450 مترا فوق سطح الأرض، تقبع عروس كردية في مخدعها منذ ما يقرب من 2700 سنة. تقع بين 3 محافظات عراقية: أربيل، دهوك، ونينوى. عرفت باسم إسطنبول الصغيرة لتنوع خيراتها وأصناف الفواكه فيها. تعد من أقدم الأقضية في العراق، الذي يعود تأسيسه إلى ما يقرب من 150 سنة. إنها مدينة النار، آكري، المعروفة عربيا بعقرة. أقدم قضاء مو على مستوى الأقليم بل على مستوى العراق كله. يعني طبوغرافية منطقة عقرة وموقعها الجغرافي تقع بين 3 محافظات رئيسية في العراق، مثلا دهوك، أربيل، نينوى. مدينة عقرة تقع ضمن هذه المحافظات ال3. قضاء عقرة تتكون من 3 نواحي رئيسية، هي ناحية دينارتا وناحية بجيل وناحية جراسين، بالإضافة إلى حوالي 268 قرية. تقدر السكان الكلي للقضاء عقرة برمتها بحوالي 36,500 عائلة مقابل 220,000 شخص. السوق القديم والأحياء ال3 الأولى جوستي، قاباكي، غورافا، لتصبح الآن 47 حياً يطل أعلاها على أسفلها. آكري بازار كفنار آكري بازار که شینواری و کفناریه کو دیروکا آوا کرنوی بو چندین سالان دزفریته و 3 تاخل آکری هنه چسته و غورافا قاباکی. اف تاخن کفنارن کو چندین خانین کلپوری لوی تاخه هنه. اوان تاخانه لدیف اف خانی لدیف بناسازی و کرستی کفنار هاتینه دروست کرن وکو بر سروشتی و کسلا سروشتی هاتینه دروست کرن. فما کوری ببری آشینوار و کلپوری آکری حولوی که دن کو اف خانیه دوباره بین نوزن کنه لدیف وی بناسازی کفنار لدیف وی کرستی کفنار بین نوزن کنه. نحن الآن في واحد من أقدم الأسواق في مدينة عقرة، في محلة جوستي. هذه المحلة هي 3 محلة قديمة ضمن 3 محلات في المدينة، كانت جوستي، قاباكي، وغوراوا. هذه المحلات هي المحلات القديمة التي كانت في هذه المدينة في عقرة. الآن تعددت الأحياء وكثرت حتى أصبحت القرى والأحياء بأعداد تصل إلى المئات في عقرة. نحن الآن أمام الجامع الكبير. هذا الجامع من أقدم الجوامع في إقليم كردستان وعقرة أيضا بالتحديد. بني بأمر من عبد الله بن عمر بن الخطاب في سنة 20 للهجرة تقريبا، هكذا يشار إليه. وتوجد أيضا في هذه الجامع مدرسة دينية. لنأخذ جولة في هذا الجامع.
تتوسط هذا الجامع باحة، وسط هذه الباحة نافورة تعلوها قبة ذهبية. الجامع كما تشاهدون على 3 طوابق. هذا الجامع ليس مجرد جامع فقط، جامع عقرة الكبير، بل هو عبارة عن مدرسة إسلامية، مدرسة الملا أحمد الإمام الإسلامية. هذه المدرسة تدرس العلوم للطلبة، ثانوية تشمل المتوسطة والإعدادية. هذا الجامع يعلوه أو تعلوه قبة بيضاء كبيرة ومنارة كبرى تعانق عنان السماء. ليست فقط السياحة الترفيهية حاضرة في عقرة، فهناك مكان لا يستهان به تحتله السياحة الدينية أيضا. عبد العزيز عالم من علماء المسلمين، وهو أحد أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني. قاتل مع القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي، فنال الفخر في تحرير القدس وعسقلان بفلسطين. ولا الضالين، صدق الله العظيم. نحن الآن في مرقد عبد العزيز الجيلاني، نجل عبد القادر الجيلاني المدفون في بغداد. هذا هو مرقده. عبد العزيز الجيلاني المتوفى في عقرة ودفن فيها، هو توفي سنة 800 وأكثر من 40 سنة. هذا القائد شارك صلاح الدين الأيوبي القائد الكردي العظيم في فتح عسقلان الفلسطينية، شارك غزواته، شارك العديد من الغزوات، وكان قائدا شجاعا بطلا وإماما للمسلمين. عبد العزيز الجيلاني يدفن في هذا المرقد. هم سياحة دينية مثلا مثل تكية عبد العزيز الجيلاني موجود في مركز عقرة، وأكو معابد تعود تاريخها إلى زرادشتية، وأكو معابد تعود إلى اليهود. مرقد الشيخ عبد العزيز جيلاني طريقة نقشبندي، وهذا جاك الدينية بس قشتيارتين سردان اللي كان والصالة دو صالن شوي صالن 2011 و12 قشتيار البشور أفريقيا بون سردان طريقة قادري كربول قال الشيخ عبد العزيزي. رغم برودة الأجواء في الشتاء داخل عقرة، إلا أنها تحافظ على مكانتها السياحية في فصل خمولها. حرصنا على الذهاب إلى واحدة من أقرب الأماكن السياحية داخل هذا القضاء الخلاب وأبرزها. نحن الآن أمام واحد من أبرز المعالم السياحية في قضاء عقرة، شلال سيبا الذي هو خلفنا الآن. هذا الشلال ليس معروف فقط لمياهه المتدفقة من الأعلى حتى الأسفل، إنما له خاصية علاجية في منابعه في الأعلى من عيون كانيزرك. لها خاصية علاجية في علاج أمراض الكبد الذي يسمى أبو صفار، الذي يصيب الأطفال في أول أيام حياتهم. هذا الشلال هناك سر يكمن خلف تسميته سيبا. لماذا هذا الاسم؟ سي يعني 30، با يعني قدم، أي ارتفاعه 30 قدما من الأعلى وحتى الأسفل، أي 18 مترا. هذا الشلال كما قلت لكم أحد أبرز المعالم السياحية في قضاء عقرة، يؤمه الكثير من السياح في الصيف وحتى في فصل الشتاء. على إيقاع الأغنيات يقضي السياح معظم أوقاتهم أمام نهر ساحر في جاليزانتا، وهو مكان تابع لناحية دينارتي. والجليب العربي واد، وزنطة اسم لقرية صغيرة توجد في هذا المكان، سمي الوادي والجبال المطلة عليه على اسمها. توجد بالقرب من هذا المكان قرية تدعى زنطة، تابعة لناحية بجين التابع لقضاء عقرة. نحن الآن في واد بين هذين الجبلين على اسم هذه القرية، واد يدعى وادي زنطة، يمر من داخله ووسطه نهر يتجمع حوله السياح.
شتاء وصيفا. وقت جین گشت و گذاری لآکر پتری 14 جین گشت و گذاری وقت هاوینگه هنک و پیشوازی گشتیارات کن. لیاف 14 جهه بگمان 5 جین گرنگ معنی البدواره که بردوام گروپ گشتیار نافخو گشتیار بیانی سردان لید کن. اکل ون هاوینگه سی پینوکا کو عملینه هر دی ساما سه هاوینگه لگالیزن طاهنه و هر وها هاوینگه سی بجیلی هیا کو بردوام گشتیار دین سردان قصفان جان دکن کو و کد بجن جین گشتین الآکره هر 4 سال پیشوازی گشتیارات کن. على امتداد الجبال أخذتنا الأجواء إلى ناحية بجيل، وعلى مد البصر شاهدنا قطيعا من الماعز يسرح فوق الجبل على ارتفاع 170 مترا من مستوى سطح الأرض. وصلنا بالتحديد لقرية متناهية الصغر تدعى خانقاه، تتكون من منزلين فقط لكنها مترامية القدم. رأينا أطلالا لم نستدل على ماهيتها، لكن وبعد سؤالنا للأهالي اتضح ما يلي. نحن الآن في واحدة من أقدم القرى الموجودة في قضاء عقرة. هذه قرية خانقاه. هذه القرية يوجد فيها الآن بيتين فقط يسكنها الآن، لكنها في السابق كانت عبارة عن بيوت ومعابد ومساجد. وحسب أهالي هذه المنطقة أن هذا المكان كان معبدا للديانة الزردشتية. بعدها عندما أتى الإسلام أصبح مسجدا، وبعدها الآن أطلال مسجد فقط. يقال أن هذه حجرة إمام المسجد. هذا المسجد يحتوي على 4 غرف فقط، لم يبقى منها سوى الأطلال كما تشاهدون. وسط جبل يدعى سارثادا دلنا الأهالي على كهف أقل ما يقال عنه أنه قديم جدا. ووفقا لسكان القرية أن هذا الكهف يرجع إلى تاريخ حجري قديم، عندما كانت الناس تسكن كهوف الجبال المنحوتة في صخورها الصلدة. متابعينا، نحن الآن داخل كهف في جبل سارثادا. هذا الجبل بالقرب من قرية خانقاه. هذه القرية قديمة جدا، وفقا لأهالي هذه القرية يقولون أن هذا الكهف في فترات لم يعرف تاريخها إلى الآن، ولم نستطع العثور على تاريخ له، لكنهم يقولون إلى ما بعد عصور ما قبل الإسلام وأكثر. هذا الكهف ليس طبيعيا، كان من نحت البشر ومن صناعة البشر. نحتوه في صخر الجبل حتى أصبح على ما يبدو عليه الآن. هذا الكهف هو بطول 7 أمتار وعرض 1.5 متر وطول تقريبا 2 متر. أنا 170 سنتيمترا، 30 سنتيمترا تقريبا لكي أصل إلى سقف هذا الكهف. كان يستخدم هذا الكهف لأمير قبيلة قديمة ووجهاء قبيلته، ويجتمعون في إدارة شؤون وتنظيم قبيلتهم وأناسهم. ما الغاية من وجود هذين البيتين في مكان ناء وسط الجبال؟ وما الداعي لذلك؟ يكمن الجواب في الزراعة وتربية النحل والمواشي واستغلال هذه الأراضي الشاسعة. هذه القرية تابعة لناحية بجيل التي بدورها تابعة أيضا إلى قضاء عقرة. نحن الآن كما ترون وتشاهدون وسط خلايا لنحل، لكننا محظوظون للغاية أن هذه الخلايا النحل فيها ثابت أو نائم بسبب البرد الذي يوجد في هذا المكان أعالي الجبال. خلفنا مباشرة جبل يدعى سارثادا نسبة لقبيلة سكنت هنا. هذه القبيلة نزحت إلى شمال كردستان الكبير. كما تشاهدون العسل هنا يأتي من هذه الطبيعة. كيف لكم أن تتخيلوا أن مدى طبيعة هذا العسل إلى أي مدى ستصل؟
يتغذى على الزهور الطبيعية، على الأمور الطبيعية الموجودة أعالي الجبال. هذا ما جعل من عقرة عاصمة للكثير من المنتجات، أبرزها العسل والتين والرز والسماق وصناعة الألبان. آكری همو جوربای برابوم چاندن لیتینا چاندن و یا نافدار به چند برابوم ین استراتژیک لیتینا چاندن وکو برنجی وکو برنجا گنما جایا و إضافة بوأوية هجيرة وكو فقه هجير ناروك برابومين تشيوي وكو السماق نسبة كزورة هاي و ديسان وما هنجفينيش برهمكي باشي هاي الأوكري. على سبيل الحصر للمثال، في عقرة 4 مليون شجرة تين، ولك أن تتخيل أن متوسط إنتاج كل شجرة هو 35 كيلوغراما من أندر أنواع التين اللذيذ. برهمه هجيري ما هاي وهجيش مال دور ما يوكري قالك جورو هاي بس جورين هرا قرنتري لو هرا باشتري وكاتيت حساب اجمورتن للنمرائك لهجيرين ما او جوري احيا بقيا او جيكا رجا شرينات يويا زورترا وريشالت وهيرترن ومكم يوي بترا بو چند روجا كاشيت مينيتن. أرقام قد تبهر المشاهد، فمكان بحجم قضاء ورغم ذلك ينتج نصف كمية الرز الكردي لإقليم كردستان، والذي يعد واحدا من أجود أنواع الرز في المنطقة والعالم. البرنج مال المنطقة ما أوكري كرجع هرا مازن للسرانسري هريما كردستان تتجاند المنطقة مال أوكري او جي هنده سالا بريب دو سالا که یا گشتی حتی 12500 دونه ما که برنج هاتیه چاندن. 120 طنا من الحليب يوميا تنتجه عقرة، 132 طنا من العسل سنويا. درباره میشه هنگوینی یعنی کوبر همه هنگوینی الدوره ما اوکره ما میشه وانن گلکن زیرک میتهن و که تقریبا منطقه مال دیو دوتای ما مال اوکره 19500 خلیفان کن میشه میتهن اوجی که نزدیکی بر همه و هم یا دیو دوتای مردستی ما که اوی سال بوری نزدیکی 132 طن و 500 کیلو هنگوینی منطقه ما بر همینای همیشه او هنگوینه درجه ایک او تيتانيوسين دابري بدرجة إيك لهنجفيني. ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون شجرة سماق تزرع في أعالي الجبال بأنواعه الثلاثة، الأبيض ومن ثم العنابي وآخرها الأحمر. لورد النرجس خصوصية في عقرة يباع في أغلب الأماكن، وينبت تلقائيا على سفوح الجبال وفوقها. يغطي هذا النوع من الورد مساحة قدرها 60 دونما في عقرة. وبالعودة إلى مركز القضاء، ارتأينا زيارة القشلة، وهو مكان في رأس عقرة أي في قمة بيوتها المأهولة. هو سراي حكومي كانت تدار عقرة من خلاله قبل أقل من 2.5 قرن، أي في زمن العثمانيين. يحتوي على 24 غرفة، وهو مركز للحكم يضم محكمة ومركزا للشرطة وسجنين، واحدا للنساء وآخرا للرجال. آجر كلمة كردية تعني النار، يربطها بعض الباحثين بتسمية آكري، إذ يرجعون هذه التسمية إلى كلمة النار هذه. تحتضن عقرة الآلاف من الكرد سنويا في حدث ضخم وجميل ترفع فيه مشاعل النار رأس السنة الكردية في عيد نوروز، والذي يتزامن في شهر آذار من كل سنة ميلادية. منذ القدم أشعلوا نيران النوروز متبرعين تحديا لكل الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القديمة. تحديا لهم أشعلوا النار متبرعين، وجميع فئات الشعب شاركوا في إشعال النيران منذ القدم. وطبعا توافد الوفود الأجنبية إلى مدينة عقرة
وخاصة يعني جميع الشعوب، مثلا حتى العراق من جميع المحافظات يتوافدون إلى عقرة من حيث جمالية نوروزها. طبيعت سرشتی آکری ولی کریا کو اف جشن بو آکری بیتن ببیتا پایتخت نوروزه. هبونا دوچی یا کلی و کلا کفنی ولی کریا کو اف جشن هر سال به شوی که برفرته بیت انجام دان و هر دیسا من داد دیار کرن کو سال به سال رجا پشکداری دوید استفاده دا بلندتر لدیتن. بونو من السال پار سال 2023 که پتری نوتو 5000 گشتیار هات بنا آکری کو پشکداری دوید استفاده دا بکن. تقصد هذه الجموع مكانا يدعى سركاله، أي رأس القلعة، وهو جبل مطل على قضاء عقرة بالكامل. توجد فيه قلعة تعود إلى 700 سنة قبل الميلاد. نحن الآن في بداية هذا الطريق المؤدي إلى قمة الجبل. نحن الآن وسط شارع جميل يفتح الصدر ويشرح النفس، شارع يفصل بين محلتين غوراوا وتشوساي. هذا ليس مجرد شارع فقط، بل هو طريق إلى أعلى التل، إلى أعلى القمة، إلى أعلى جبل يطل على مركز قضاء عقرة. عندما نصعد على هذا الجبل تشاهدون مركز القضاء بأكمله. بعدما قطعنا 160 درجة سلم يرتفع أقصاه ل 360 مترا، وصلنا إلى كنيسة مهجورة تعرفنا عليها من خلال صليبها. تقريبا في بدايته 15% من هذا الطريق قطعناه لنلقى أن هناك كنيسة موجودة هنا مهجورة لا يوجد فيها أي شيء. لنسأل الجيران إذا حصلنا على معلومة عن هذا المكان ولماذا هو بهذا الحال. أباجي رامانوي كيكو لكالها آكري چندين هيمان زردشتي هنور دير آكري جيكو بناوي دير مريم العذراء ناصراوه كو ديرو كآوا كرنا بو نزيكي 600 سالان دزفريتها. عند وصولنا منتصف الطريق إلى أعلى الجبل الذي يطل على قضاء عقرة، استوقفنا بائع شاي على الفحم يقف على سفح الجبل. شاي ومنظر طبيعي. زحمتنا به يك شاي أجر زحمتنا به، يعني لو سمحت إذا ماكو زحمة بتعبيرنا أريد كلاس شاي. شكرا جزيلا. قلت له شكرا جزيلا، هذا شاي طعمه رائع. نكمل مشوارنا. بعد جهد جهيد عقب قطع أكثر من 660 درجة سلم وصلنا إلى القمة. وصلنا الآن إلى أعلى جبل عقرة. وجدنا أطلالا هنا، أطلال كثيرة، قسم منها غرف تحت الأرض أشبه بالسراديب، وقسم منها فوق هذا المكان شبيهة بالأنفاق منحوتة على صخور هذا الجبل، وقسم منها أنفاق تحت الأرض، قسم منها بعمق متر تصل إلى 5 أمتار. يقولون إن هذه الحفر عبارة عن سجن كانوا يلقون الأشخاص فيها. يبدو أنها مكان لخزن المواد الغذائية أو مكان لتهوية غرف تحت هذا الجبل. لا نعرف ماذا سرها، لنطلع عليها عن كثب ونصور داخلها ونعرف. آثار قديمة اختلف أهل المنطقة على عائديتها، فمنهم من أرجعها إلى قصة حب ميموزين الواردة في الأدب الكردي قبل أكثر من 300 سنة، ومنهم من قال أنها عائدة لكنيسة أو معبد زردشتي، وحفر قال منهم أنها لسجون تحت الأرض يلقى فيها السجناء مباشرة. لكن لدائرة الآثار رأي علمي بهذا الصدد. أو كال هايكو يا شينواري ديروكي آوا كنا بو سردم نزيك 700 سالان بريازاني الزفري تبع أفكالها بيجدج چندين همان جين شينواري ديروكي أو همان شينواري بالكلا آكري هين بنمونا أف بيرن هاتين ليدان بويك هاتين كارينان كو لآين داكو دانا ولا تدا بيتحفظ كرن
وكو سردم وقت بفرت دا تحفظ كرن بويكي كو بيتا بكارنا دي ورزي هافيني دا. وصلنا إلى مدخلين في الجانب الآخر من الجبل. مدخله على شكل رأس صقر، يقال أنه معتقل للتعذيب عائد لعصر الملك ميرزند. أفكالها يا برنياس بكالها ميرزان ديكو ميرزان لفكال هي حكم كريا چندین همان شینواری لبکالی هاتین دروست کردن بنمونه اف زندانا هات دروست کردن شواز بازی آنکو سقری هات دروست کردن بومرمایی که کو زندانی دناوی زندانه دا بین تعذیب دان ده سردم میرزندی دا. مدينة جميلة كعقرة، عندما تغادرها تترك في نفسك أثراً طيباً وذكريات لا تنسى، بجبالها، آثارها، كهوفها ووديانها، عسلها، تينها ونارها. وداعاً عاصمة نوروز، وداعاً آكري.